siyasi vəziyyətlə, dünya iqtisadi, həm texnika, biz Sultan İkram'la سلمت حكومة إندونيسيا 3 من الشبان الأيغور بتاريخ 16 سبتمبر 2020 إلى سلطات الصين، مخالفة بذلك لميثاق حقوق الإنسان الدولية. هؤلاء الشبان ال3 كانوا قد أكملوا 6 سنوات من محكوميتهم في سجون إندونيسيا بتهمة باطلة تم تسليمهم إلى سلطات الصين. هؤلاء الشبان الأيغور سيواجهون عقوبات جسدية قاسية قد يصل إلى إعدامهم أو انتزاع أعضائهم الداخلية والاتجار بها بعد نقلهم من قبل السلطات الصينية إلى تركستان الشرقية. سلمت حكومة إندونيسيا هؤلاء الشبان إلى الصين في وقت تمارس فيه الصين منذ عام 2017 الإبادة الجماعية ضد المسلمين، وتنقل وسائل الإعلام العالمية عن سجن من 3 إلى 5 ملايين من شعب تركستان الشرقية في المعتقلات النازية، وتعذيبهم بشتى وسائل القمع والتنكيل، وهدم دور عبادتهم من المساجد والجوامع، وحرق المصاحف والكتب الدينية والتراثية، وحبس من قام بأداء الصلاة المفروضة، واعتبار نكاح الشرع للمتزوجين وصلاة الجنازة للمتوفين والدفن حسب الشريعة والتقاليد الإسلامية من علامات تطرف الفكرية، وذلك احتقارا للإسلام والمسلمين، وإجراء عمليات تعقيم لنساء الأيغور وبيع أعضاء داخلية واستخدام ماركة حلال لتلك الأعضاء المنتزعة من الأيغور. كدولة مثل إندونيسيا التي يعيش فيها أكثر من 200 مليون مسلم أن تسلم 3 أشخاص أبرياء إلى الحكومة الصين المجرمة التي تمارس تلك الجرائم البشعة ضد الشعب التركستاني عمل غير مسؤول لا يليق لها لا من منظور إسلامي ولا من منظور إنساني. حكومة الصين حكومة ملحدة تكون عداء واضحا لكل الأديان والإسلام بشكل أخص، وإلصاق تهمة الإرهاب والتطرف ضد المسلمين من دولة ملحدة أمر مفهوم، أما من دولة مسلمة كإندونيسيا تضم أكبر عدد المسلمين أن تصدق الصين وتثق في وعودها وتسلم أشخاصا لجأوا إليها هربا من ظلم الصين التي أسست المخيمات النازية في القرن ال21 ضد شعب تركستان الشرقية التي تحتلها منذ 71 عاما وتنهب ثرواتها وتنتهك حقوق شعبها. بماذا تجيبون أمام الله عز وجل عن هذا العمل الشنيع؟ عرف العالم أجمع من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها مدى نذالة وخساسة حكومة الصين التي نشرت الفيروس كورونا حول العالم بشكل متعمد وتسببت بموت ما يقرب 2 مليون إنسان وإصابة عشرات الملايين. حتى في إندونيسيا مات آلاف المسلمين من هذا الوباء. كيف وثقتم بهؤلاء وشاركتموهم في جريمتهم؟ نحن التركستانيون في المنفى، وجميع الدول والمنظمات والجمعيات التي تعني بحقوق الإنسان في العالم والمنظمات الإسلامية سنتحرك تجاه حكومة إندونيسيا بإجراء تحقيق سريع وصارم عن المسؤولين المتورطين في تسليم شبان ال3 وإيقاع عقوبات رادعة عليهم. ونطالب من حكومة إندونيسيا أمور التالية: أولا، تقصي الحقائق عن مصير الشبان ال3 الذين تم تسليمهم وإرسال الوفد إلى الصين لإعادتهم إلى إندونيسيا. ثانيا، دفع التعويضات لأقارب الشبان المتواجدين في الخارج لأضرار نفسية جراء ذلك. ثالثا، إطلاق سراح الشبان في سجون إندونيسيا الذين بقيت من محكوميتها مدة سنة وإرسالهما إلى الدولة التي تحددها جمعية تركستان الناشطة في الخارج. رابعا، عدم تسليم أي تركستاني في إندونيسيا إلى الصين مستقبلا. إذا لم تجب حكومة إندونيسيا لمطالبنا بإجابة مقنعة سننظم مظاهرات حاشدة أمام سفارات وقنصليات إندونيسية حول العالم، وننظم حربا إعلاميا في الوسائل الإعلام العالمية، بذلك تقع مكانة إندونيسيا ومصالحها في الداخل والخارج لتهديد بالغ. نحن شعب تركستان الشرقية في المهجر، في خطر الانقراض بسبب سياسات تطهير العرق والإبادة الجماعية من قبل السلطات الصينية. لذلك نحن نحتفظ بحقنا في استخدام جميع الوسائل الممكنة لإنقاذ إخواننا. شعب تركستان الشرقية في المهجر.